السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسوي معاكم فتة ملفوف بطريقة مرة سهلة ولذيذة، ويلا نشوف الطريقة. أول شي عندي هنا بقدر ضغط أو تقدرون قدر عادي، حطيت فيها شوي زيت زيتون، وبعد ما سخن طبعا نزلت بصل مقطع بصغار، وأخليه حتى يتكرمل ويتغير لونه. وإذا تغير لونه أحط شوية معجون طماطم، يعني تقريبا ملعقة كبيرة، وأنزل هنا طبعا البهارات عبارة عن ثوم بودرة، بابريكا، كاري، وملح، وأحط عليه قطع الملفوف. طبعا قطعت الملفوف القطع صغار، وأضيفه على الكشنة وأخليها شويتين، وأنزل عليها الشبت والبقدونس، طبعا قطعت تقطيع ناعم، وأحط عليه الموية المغلية. طبعا لازم الموية المغلية تكون يعني أكثر من نفس الكمية، وأضيف عليهم الرز. طبعا وأحرك، ولازم يكون الموية، هذا الشيء مرة مرة مهم، تكون الموية أكثر. طبعا زودت موية ووازنت الملح، طبعا حسيت إنه الملح شوية ناقص فحطيت عليه، وكذا يكون الفتة جاهزة. طبعا أحطها 12 دقيقة وتكون كذا جاهزة. طبعا أسوي الصوص عبارة عن علبة كبيرة من الزبادي، وأضيف عليها تقريبا ملعقتين من الطحينة السايلة، وحطيت نص ملعقة من الثوم البودرة، وطبعا ما ننسى الملح، وتقريبا ربع ملعقة من السماق، واخلطها مع بعض وتكون كذا الصوص جاهز. أصب الفتة في الصينية وأحط فوقهم الصوص، وزينتها بالسماق، وكمان البقدونس حطيتها، وحطيت الخبز المحمص، وتكون كذا الصينية جاهزة. مرة سهلة ولذيذة وبالعافية علينا وعليكم.